الاسبوع يختارها لي حمود اليزيدي. حمود تفضل. تشكيلتك، طريقه لعبك، من تختار لي مدرب؟ طبعا طريقة اللعب 4-2-3-1. مدرب الأسبوع بالنسبة لي مانشيني. نتكلم عن حراسة المرمى جاسم الهيل. الظهير الأيمن نتكلم عن عمرو سراج، قدم مباراة جيدة. فان بيك مدافع نادي الشحانية. أليكسيس بيريز نادي العربي. محمد النعيمي في الظهير الأيسر. جريجوري في خط الوسط. أمامه لاعبين جيدس وميشيل فلاب. على الجهة اليمنى جمال حمد. على الجهة اليسرى أكرم عفيف. والمهاجم عمر سيكو. موافقة تماما. شكرا على اختيار مميز. الافضل هالاسبوع مع عبد الله جاسم. عبد الله تفضل. مرحبا. طبعا خالد سيكو قدم مباراة كبيرة وكان هاتريك، وذكرنا بمستواه أول ما برز مع الأهلي، وكان له دور كبير في فوز الأهلي. كابتن يونس علي خالد هاي ثاني مباراة له في الدوري، رغم النقص المؤثر لأنه قدم توليفه يعني قدر الإمكانيات اللي عنده وبتكتيك مناسب، واستطاع أنه يكسب 3 نقاط وفوز عريض في المباراة. ما تتكلم عن جاسم الهيل. جاسم الهيلي خالد انقذ هدف كان بامكان اشكرك عبد الله. روح حق افضل تمريره اكرم عفيف. معلش راحت عنك. افضل تمريره حق اكرم خالد. شوف التمريره خالد، لما تكون نقول لك تمريره سهله، مرر كره سهله من لمسه واحده. هذه التمريرات الصح اللي تريح فيها المهاجم. تمام. نروح الى مش لازم مهاجم، يعني يمكن حق دفاعي. افضل جمله يا خالد، شفت شلون؟ كرة حلوة من يعني كرة باراشوتية على قولتهم، ومررها وكان هدف التقدم الأول. باراشوتية هاي من وين بعد هذه؟ نازلة من السماء يعني. صعب عليك. لا انا عبد الله نازله من فوق. اي فوق يا حلي باراشوتية. خلي يكمل. اوكي عبد الله جاسم. ايش افضل هدف يا عبد الله جاسم. افضل هدف حق خالد علي يا خالد، رغم خسارتهم لكنه سجل هدف على مستوى عالي. تمام. بس بعد شو بقى؟ تمام قلت لك تمام. نتفق. اختيارات جميلة.